السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده فطرنا يا بنات يوم وقفة عرفة، بس الفيديو طبعا انا منتجته متأخر، معلش يعني اسفة على التأخير. دي طبعا وريكة متبلاها طبعا ببصل وملح وفلفل وطماطم وكده قبلها بيوم. التتبيلة دي حشوة البصل دي في الوراك بتبقى جميلة جدا. طبعا كل اللي متابعيني عارفين ان انا ولادي بيحبوا الوراك اكتر يعني. طبعا احنا متبلينها قبلها بيوم، بتبقى جميلة جدا التتبيلة دي وبتخلي الوراك تحفة وطعمها جميل جدا. جربوها ان شاء الله، ايه هتعجبكم باذن الله. التتبيله عباره عن طماطمايه وقرن فلفل وبصل وتوم والتوابل اللي موجوده عندك وفلفل الوان، وبتبقى تحفه بصراحه. طبعا ده عملنا كده محشي مشكل، ورق عنب وبتنجان وفلفل. بس مش محتاجه اصلا ان انت تحطي بصل في الشوربه، ما شاء الله التتبيله جميله. طبعا ده الخضار كده حطيته في الحوض عشان نغسله وكده. انا قعدت طبعا المحشي يا بنات لازم نقعد ايه، مينفعش حوار ان انت تحشي وانت واقفه ده ابدا يعني. ما شاء الله بوريكم الحله، بصوا ما شاء الله اللهم بارك بالف هنا يا رب للي كل. وده ورق العنب لسه هلفه، وده حنفي قاعد بيتفرج كل كسلان، كل شويه ينام ويقوم ينام ويقوم صايم زينا. طبعا دي الشوربه خلاص كده، الوراك خلصت يعني استوت. بصوا بوريكم ما شاء الله الشوربه جميله. ودي بقى ماسورة، اكيد كلنا عارفين الماسورة بقى، المحشي بالماسورة حاجة تانية. بصوا الشوربة تقيلة ازاي وجميلة. طبعا الماسورة دي من الذبيحة يا بنات، بتبقى جميلة جدا. دي بقى الشوربة بتاعت المواسير، شوربة المواسير. طبعا الناس الأكلة هي اللي عارفة بقى شوربة المواسير بتبقى عاملة ازاي في المحشي يا بنات. سمي بالله كده وهنزود المحشي ما شاء الله اصلا ريحة الشوربة تحفة، اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طبعا كان عندي كذا فيديو يعني، بس اسفه والله على التاخير. طبعا كلكم عارفين ظروف هارون ان هو تعبان وكده، الحمد لله على كل شيء. الموضوع مش ظابط معايا خالص، بس ان شاء الله هتظبط باذن الله. كلكم يا بنات تدعوا له بالله عليكم يشفيه ربنا ويعافيه، اللهم امين. طبعا المحشي كده ايه دخل في السوا فبنوطي عليه. طبعا ورق العنب انا خلصته برضو هزوده. ورق العنب ما بياخدش يا بنات وقت كتير يعني في السوا. بسم الله. طبعا وانت واقفة على طول تسمي بالله وذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. واحنا واقفين كده يا بنات الذكر كده على لساننا منه بتاخدي اجر. وطبعا بتاخدي اجر اللي انت بتقفي وبتعملي اكل لولادك، دي حاجة اكيد ان شاء الله. وبالذكر كمان بتزاد بتضاعف حسناتك يعني. بس ما شاء الله الاكل اصلا ما شاء الله طعمه كان جميل وريحته اجمل واجمل يعني. طبعا كده الوراك عملت لها كده تتبيله جميله جدا، شويه صلصه مع توم مع شويه زيت مع البهارات اللي عندك، وبدهن كده. ما بحبش احمرها بصراحه، كده بتبقى خفيفه وبتاخد. ودي حته زبده طبعا كده ايه حطيتها في وسط الصلصه، وتحطيها تحت الشوايه تاخد لون، بتبقى جميله. جربوا الطريقه طبعا، وهي محشيه بصل الوراك بتبقى جميلة. دي القطعة دي يا بنات، دي قطعة اللي فوق دي قطع زبدة انا مدوباها كده في الصلصة. ده المحشي بقى ما شاء الله كان تحفة، اللهم بارك. احنا بنحب نفضي في الصينية كده يا بنات، في ناس كتير زينا يعني. ودي الوراك بقى ما شاء الله، بصوا خدت لون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.